شاب يمني اسمه عمر العمودي قرر يرسل رسالة غزل للمذيعة صاحبة نشرة الأخبار، وتفاجأ أن المذيعة ردت عليه برسالة أطول من رسالته. الرسالة طويلة، ولكن صدقوني إنكم راح تتمتعوا بكل حرف كتب لها. وهذا كان نص الرسالة: أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوها بالنظر لك مبتسما وأنت تتحدثين عن كوارث بلدة؟ أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمق الذين يظهرون مرتدين ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبرك فقط كم تبدين جميلة؟ سأخبرك حينها أن فيك من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ومن التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق. سأحدثك عن عينيك وكونها تحمل حربا وسلاما وموتا وحياة. عزيزتي، ملامحك الشقراء فاتنة جدا، لكن اللون الأسود عليك جميل جدا جدا جدا. أنت لا تحتاجين للأدلة وشاهدوا الأعيان والمراسلين لتثبت صدق ما تقولين. أظهري في خبر عاجل قولي فيه أن القدس تحررت، والسودان أصبحت آمنة، وسوريا أصبحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن. تحدثي عن ترامب وأنه قدم استقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة أمريكا وإيران، وأن حاكمنا السابق عفاشر ما زال حيا، ورئيسنا الحالي عبد ربه أصبح حاملا في شهره السابع. قولي تلك الأشياء وسأصدق معك فقط. كل الأنباء قابلة للتصديق، وكل المآسي التي تمر على عيونك قابلة للتصديق. ردت المذيعة قائلة: مرحبا عمر، قرأت رسالتك فابتسمت مرة وحزنت مرتين. ابتسمت بفترة الأنثى التي يسرها سماع كلمات الغزل والثناء، وإن أخفت ذلك، وحزنت مرتين، مرة عليك والأخرى علي. إنها لعنة الجمال يا عمر، اللعنة التي تقتل الجميع، تصيب الرجال بمرض العشق، وتصيب النساء بمرض الغيرة والحقد، وتصيب الجميل بمرض الوحدة والاكتئاب. يتسابق الجميع إليها لكنهم يظلون في ميدان السباق ولا يصل إليها أحد، وإن وصل يتعس من تعاستها. يحب امرأة هي في قلوب الجميع حتى يشعر أنها لم تعد ملكه الخاص، فقد صارت الجميع. الجميلات يا عمر هن أتعس الفتيات، يكسرن قلب البسطاء الذين تعلقوا بهن، ويكسر قلوبهن الأثرياء الذي يشتروهن كتحفة منزلية. عفوا عمر، نحن المذيعات لسنا جميلات، وإن امتلكنا بعض الجمال إنه فن الخدع يا صديقي. جمال محشو، ملامح مركبة، وإغراء متعمد. تحزن إحدانا لسقوط رموشها الصناعية أكثر من سقوط الضحايا، وتخشى الأخطاء الفنية أكثر مما تخشون أخطاء القصف. ما نحن يا صديقي إلا دمى بشرية أو آلة إعلامية تقرأ الأخبار السيئة والجميلة بنفس الشعور والملامح. فلا فرق بين افتتاح مقهى ليلي وبين سقوط 10 ضحايا من أطفالكم ليلا. عفوا عمر، لم أسألك عن أخبارك لأنني أعرفها جيدا. أعرف أنها أخبار سيئة كحال البلد الذي تعيش فيه. ثم لصوص منكم يا عمر يظهرون على حساب المساكين، يعيشون في أرقى الفلل ويتكلمون كذبا بألسنة الكادحين. أحاديثهم ركيكة وآراءهم متناقضة ومعلوماتهم متضاربة. خولوا لأنفسهم الحديث باسمكم جشعا في $200 بعد كل حديث. إننا نعاني منهم أكثر مما تعانون، وربما نلعنهم أكثر مما تلعنون، لكنني أبارك لهذا البلد التعيس بك فيه وبالشعراء المغمورين فيه، وأعزيه في هذه العصابة التي شوهت صورتكم لجميع البلدان. دعنا منهم الآن. أعرف أنكم تحسدون رجالنا على جمالنا، لكنك لم تعرف أننا أيضا نحسد فتياتكم عليكم وعلى مشاعركم المفعمة بهذا الإحساس المرهف. نحسدهن على كلماتكم الآخاذة التي تلامس قلب الأنثى، ولكن فتياتكم ربما لا يدركن أهميتكم كما ندرك نحن. ربما تحفظا والأرجح غباء. كان يمكن لجارتك في الحي أن تطل من الشرفة لتخطف قلبك ورسائلك. كان يمكن لزميلتك في الجامعة أو الوظيفة أن تتقرب منك طمعا بما عندك من الحب والكلمات. كان يمكن لصديقتك أن تعترض طريقك وتتعذر بسؤالك عن محل بيع الهدايا لترافقها إليه. أسفي على الورود التي تموت في قلوبكم أمام أعينهن، أسفي على الكلمات التي تشيخ في ألسنتكم أمام صمتهن، وأسفي على قلوبكم المشتعلة حين تنطفئ أمام فتيات ترغب بالزواج أكثر من الحب. إن سطرا واحدا برسالتك يا عمر يسعدني أكثر من رحلة إلى سان فرانسيسكو والتقاط صورة مع ترامب أمام حديقة البيض الأبيض. وإن كلمة حب
حقبة دافئة تغنيني عن التزلج في شوارع موسكو، وإن وردة صادقة أفضل لدي من التنزه في حدائق الأندلس. لم أعد أتجول الآن بين القارات والدول كما كنت أفعل، صرت أتجول بين الكلمات والحروف برسالة. صار يهمني تحرير رسائلك إلي أكثر من تحرير الأوطان. أخيرا يا صديقي، لا تبخل برسالة أخرى، إنها ليست مجرد رسالة كما تظن، بل تذكرة ثمينة أعبر فيها إلى المدن والشواطئ التي أحبها قلبي، ولا يمنحنا السفر إليها غيركم أنتم معشر الشعراء.